تعتمدي على نفسك وما يبقاش عندك تعلق مرضي بصحابك، تعملي ايه؟ انا هقولك على كام حاجة تقنعك ليه محتاجة ما يبقاش عندك تعلق بيهم. لما نكسر فكرة التعلق بالمنطق وقتها التعلق هيقل. اول حاجة، لما انت تكوني فوكس قوي مع صحابك ومركزة قوي وكل همك هتقولي لهم ايه وهم هيعملوا ايه وخدوني معاهم نخرج ولا لا، او عندي مشكلة معينة ولازم احكيها لصاحبتي واخد رأيي فيها، انت هنا بتخلقي حاجة اسمها الاعتمادية. الاعتمادية ان انت مش هتعرفي بعد كده لما تخسري اي حد فيهم تعتمدي على نفسك وتخرجي من غيرهم، وبتقللي من ثقتك بنفسك واعتمادك عليها. اذا مطلوب مني ان انا ايه؟ ان انا اعتمد على نفسي، اني انا مش ببعد عنهم او ان انا باخد جنب منهم اوقات علشان انا شخصيه مش وحشه او عشان انا مقصره معاهم. لا، انا بعمل كده علشان انا عايزه ان انا اعتمد على نفسي وعايزه ان انا ازود ثقتي في نفسي. تاني حاجه، لما بتركزي قوي مع صحابك انت بتنسي نفسك وبتنسي اهدافك وما بتركزيش على اللي انت عايزاه. دايما بشوف ان اللي مركز في كذا حاجه في حياته مش هيعرف ينجح فيهم كلهم. يعني اللي عاوز يبني عيلة ومهتم قوي ان هو يعمل عيلة وكل همه ده هيخسر الجانب العملي. واللي مهتم قوي بصحابه ومشاكلهم وكل حاجة في حياته وهو صحابه بيعرفش يركز في طموحه ولا بيركز في أهدافه لأن هو دايما مستنزف. واللي بياخد رأي صحابه في كل حاجة ما بيعرفش يكون رأي شخصي ليه ولا بيعرف ايه المناسب ليه، وبالتالي بياخد رأي صحابه في حاجة مهمة في حياته. كمان ساعات بتوصل للجواز أو الارتباط أو الحاجات دي، ووقتها ممكن يختار شخص لمجرد إن صاحبه قال له تمام ده مناسب. أنا صاحبتي قالت لي ده تحفة، ده عريس مناسب، ازاي تسيبيه، ده بيحبك. هي قالت لك كده من وجهة نظرها، لكن انت ممكن يكون عندك وجهة نظر مختلفة وعندك حدود مختلفة، متطلباتك غير متطلباتها، فانت بتاخدي رأيها حبا فيها وثقة فيها، بتنفذي كلامها. ولكن انت ما قعدتيش مع نفسك وعرفتي ايه المناسب وعرفتي ايه اللي بتحبيه وهل الحاجة دي انا عايزاها صح ولا لا. عشان كده بيتخلق عندك اعتمادية، اعتمادية بقى في الآراء، اعتمادية في الخروج، اعتمادية في أي حاجة. انت فاكرة ان ده حب وهي دي الصحوبية؟ الصحوبية مش كده، الصحوبية مش ان احنا نلغي بعض، الصحوبية مش ان انا الغي شخصيتي واخليها ما تظهرش في وجود صاحبتي، او ان انا اعتمد عليها بشكل كلي، او ان انا اديها طاقتي وانسى نفسي من كتر ما انا بحللها مشاكلها. انت تعتمدي على نفسك، اول حاجة تعمليها بطلي تاخدي رأي الناس سواء صحابك او اهلك في كل حاجة هتعمليها في حياتك، وكل قرار في حياتك فكري فيه انتي الاول مع نفسك، واثقي في حدثك واثقي في قرارك. تاني حاجة، خلي في خروجات تعمليها مع نفسك من غير ما تحتاجي حد، اخلقي ده. ما تستنيش ان انت تعتمدي على حد يروح معاكي كورس او ينزل معاكي الجيم.